تعرف نفسك، أن تعرف رسالتك وشغفك، أن تلهمك نجاحات المبدعين معنا. هنا تبدأ القصة. ترى الحب قصة كبيرة، حب حتى تفرح من قلبك، حب حتى تستمر في الصعود والارتقاء، حب حتى تعيش أطول، حب حتى تترك أثر، حب حتى تحس فعلاً أنت موجود، حب حتى تتألق، حب حتى تنجح، حب وحب وحب. وإذا حبيت صدقني الكون كله راح يرتب نفسه حتى تحقق اللي تريده. أهلاً بكم إلى سهير شو. ضيفنا اليوم آت من الحبيبة سوريا. ضيفنا نجم صنع نجوميته بيديه، ويعتبر من أوسم نجوم العرب أو الفنانين العرب إن لم يكن هو أوسمهم فعلاً. رحبوا معي بضيفي الفنان المتألق معتصم النهار. يا أهلاً وسهلاً. نورت أربيل ونورت العراق. أربيل منورة أهلها الحلوين. يا أهلاً وسهلاً. ثانك يو. شلون تشوف العراق معتصم؟ والله بداية أنا سعيد جدا لأنه هي المرة الأولى لإلي بالعراق الغالي، وخاصة بمدينة أربيل. هي المدينة الخلابة الجميلة. يا رب الله هيك يديم الأمن والأمان على العراق كافة وعلى أربيل خاصة. يعني شنو ذكرياتك عن العراق؟ عندك ذكريات معينة؟ ايه عندي ذكريات عن كتير. العراقيين مثلا؟ صحيح. العراق له بقلب السوريين، بعتقد يمكن أكثر السوريين بيوافقوني، له هيك مكانة خاصة. أثناء الحرب العراقية إن شاء الله بتنذكر وما بتنعاد، صار في هجرة عراقية على سوريا. صحيح. نحن ببيتنا بتذكر كان عندنا بيت الوالد أجره يعني أكثر من 10 عيال عراقية مرت عليه بتذكر. فعلاقتنا مع الشعب العراقي نحن كسوريين فعلا علاقة مميزة جدا. الألم واحد والحسرة واحدة اللي مرينا فيها نحن كسوريين وكعراقيين. طبعا هي علاقة تاريخ طبعاً، وعلاقة جيرة وعلاقة طبعاً دعم وعلاقة قديمة جدا. يعني المواقف صحيح. اللي هي مواقف تراكمية خلتنا أقرب من بعض. صحيح. وخلتنا نحب بعض أكثر. صحيح. يقولون دائما نقول مش اعتقاد لكن السائد كرأي عن معتصم، يقولون إنه معتصم كلش حلو. تشوف نفسك حلو؟ شلون تشوف نفسك؟ أكيد. يعني هذا الجمال هو هبة من رب العالمين. يعني أنا ما إلي علاقة فيه، بشكر ربي أكيد. بس أنا بالنسبة لإلي صدقيني عم أقول لك، ولا لمرة بشوف حالي إنه مثل ما بنوصف أو مثل ما بينحكى أو مثل ما بقرأ أو كفنان بالوطن العربي، ولا لمرة كنت عم أقول إنه أنا خليني أستغل أو أنا خليني أعمل أو أنا خليني أساوي. لا الحمد لله. لو قلنا معتصم بأنه لديك الجمال ولديك الموهبة، لا شك أنه لديك الاثنين، لكن أيهما يغلب بالنسبة لك؟ أنا بحس حالي عندي القبول على الكاميرا، لأنه الجمال ما بيصنع موهبة. الجمال ممكن يكون مكمل للموهبة، الموهبة ضرورية ومطلوبة لكن جدا. لكن أنا بالنسبة لك سأل سؤالي محدد. أيهما يغلب لديك، الجمال أم الموهبة؟ عندي أنا شخصيا ولا رأيي؟ ما لنا علاقة بالرأي. أنا بالنسبة لي يغلب عندي الموهبة والثقافة. حلو. احنا راح نكتشفك ونكتشف الأوجه المتعددة للفنان طبعا من خلال البرنامج، لكن أرجع لجزئية أخرى تخص
الوضع في سوريا ونظرة سوريا للفنان معتصم النهار. هل تجد بأن سوريا تنظر لك بشكل مختلف عن الوطن العربي؟ يعني لا تقدر معتصم النهار بالشكل اللي قدر المتلقي العربي؟ أنا بالحقيقة بأحد المرات علقت على هذا الموضوع، وكان عندي أسى وحزن على أنه كنت بتمنى أنه يكون الدعم أكبر، أو يكون الملاحظة تكون الملاحظة إيجابية. يعني أنت فينك تقدم لي ملاحظة تنتقدني فيها، ولكن بشكل إيجابي تنتقدني، مو تتعامل معي على أنه عدو لإلك أنا لازم انتقم منه بهاي اللحظة. بس أنا ما بلوم حدا. بالنهاية هي أهواء، مثل ما في أشخاص انتقدوني سلبا، كان في أشخاص ونجوم كتير كبار من سوريا قدموا لي دعم، من نقاد لمخرجين لممثلين قدموا لي دعم. يمكن لولا هذا الدعم فعلا كنت أنا تأخرت شوي. تدفع فاتورة وسامتك داخل سوريا، بمعنى هم يستكثرون عليك النجاح، يعني يقصروا بأنه هو رجل وسيم ونجح لأنه وسيم. أنا كرأي شخصي طبعا أختلف، بس أجلب لك الرأي الآخر أو اللي يطرح مثلا في الداخل السوري. صحيح. ليش يستكثرون على معتصم النهار النجاح؟ ما عندي جواب الحقيقة. والله العظيم ما عندي جواب. يعني فيني بس أعتبر أو لخص لك الجواب بأنه يعني المعاناة اللي مرينا فيها يمكن أنا برر للكل وجهة نظرهم. طيب لو بدأنا بالرحلة، كان لك طبعا البداية 2007، لكن في عام 2019 تحديدا قدمت مسلسل 5:30. صحيح. كان نقطة تحول بهوية معتصم النهار. هل نقطة التحول هذه مدروسة؟ لو الكون رتب لك الأمر بهذا الشكل؟ في شيء من الجزئية الثانية اللي قلتيها، اللي إنه الكون هو رتب هذا الشيء، في شيء صحيح سهير. أنا ب5:30 بالبداية لما قريت النص كنت متخوف شوي من الشخصية. حسيت هاي الشخصية ممكن ما تعجب الجمهور، ممكن الجمهور يرفضها، ممكن الجمهور ما يحس بتنتمي لعاداتنا ولا مجتمعاتنا، إنه شخصية بادي جارد بعدين بيصير في علاقة حب مع أسألك سؤال، في بنت ما تحب شخصية البودي جارد الوسيم؟ مستحيل طبعا. ليش خفت منها العاد؟ خفت من من ردة الفعل، من وجهة النظر بالشارع، بأنه العالم يمكن يشوفوها ما أنا مقبولة، يعني لا تنتمي لهذا المجتمع، أنه ما أنا موجودة. لأنه لساتنا للأسف سهير نحن المجتمع أكيد الفن هو يحكم المجتمع وآراء المجتمع أكيد، بس لساته المجتمع محافظ نوعا ما، لساته المجتمع عنده مآخذ على بعض الشخصيات، على بعض النصوص. ولكن برجع بقول لك الكون رتب لي اياها عن طريق الشركه اللي انا اشتغلت معها، اللي بوجه لها تحيه ممثله بالاستاذ صادق. كان وجودي معهم محسسني بالامان، وانا بعرف بانه بعد 5:30 كان رح يكون في تحول جميل، والحمد لله يعني توقعي كان بمحله. طيب بالبداية أنا ليش اعتبرتها نقطة تحول؟ من ظهرت كانوا يشبهوك بممثل تركي اسمه أنور، لكن بعد ما انعرف معتصم صار التركي هو يشبهوه بمعتصم. يعني صار معتصم مؤثر أكثر من أنور. شلون تشوف الهوية الآن لمعتصم؟ الهوية، حاب هذه الهوية العاشق الوسيم؟ أكيد لا. أنا بخاف للحظة بقول إنه أنا ممكن رح أرجع أقدم دور بيشبه الدور اللي تقدم قبل، كونه ما زلت نوعا ما محطوط بنفس هذا الإطار، إطار العاشق الرومانسي الوسيم. هاي السنة قدمت صالون زهرة، شخصية أنس كانت فعليا خارج الإطار يعني، فكانت بالنسبة لي صالون زهرة كان بالنسبة لي فعلا هو اللي غير لي هاي الهوية اللي عم يشوفوني الناس فيها. طيب لو جيت لمعتصم النهار وقلت له أريد أسوي لك الدور الحلم، شو هذا الدور الحلم؟ سموث كريمنال، النصاب اللطيف. قبل التمثيل بحياتي الشخصية بالشام كان عندي هذا الكاركتر، مو نصاب، ما بنصب الشخصية مو بنصب بس مش نصاب. فالعالم فعلا كانوا يقولوا لي اياها النصاب اللطيف، يعني مثلا بدي منك شغله وكذا، فكنت اجي احكيك بطريقه، فكانت العالم تقول لي
انه اقتنعنا، الله. انه وافقنا، اوكي، مع انه بنعرف انه ممكن ما تزبط هاي القصه، بس اوكي. فكان هذا اللقب قديم حلو. يعني. طيب اريدك تقول لي اذا في ممثل عالمي في بالك بس يستفزك، ما نقول تغار بس تقول استفزني، اريد اسوي هذا الدور. هو على طول بيستفزني والله، ومؤخرا استفزني جدا. ليوناردو دي كابريو ب دونت لوك اب. مميز الله. مميز مميز مميز. دونت لوك اب، Don't Look Up. شنو اللي عجبك فيه؟ حضرت الفيلم لأول مرة بتذكر، تابعته بعين الفنان، يعني بعين الممثل، بأنه أنا بدي أشوف ديكابريو شو شاغل. خلص الفيلم ما استوعبت للحقيقة يعني. هلا بيجوز العالم تستغرب، يقولوا إنه إيه فيلم حلو، فيلم كذا، بس مش لهالدرجة. ولكن أنا هي وجهة نظري. حضرته بعين الفنان، ما استوعبت. لا، بعد ما خلص قلت العمى مرق فيلم حلو كأنه كتير. يس صحيح. دقيقة شوي ديكابريو عامل شخصية أول مرة أنا بشوفه هيك ايه يعني. بالضبط. رجعت حضرته مرة تانية، استمتعت فيه كمشاهد. كان بغاية الروعة، هو كممثل، الفيلم، الإخراج، الفكرة، الحتوتة، شيء جدا جميل جدا جدا. جدا رائع. مم. بالفعل انت كنت جدا صريح وواضح من قلت لك فنان عالمي يستفزك، تقدر تكون بنفس الصراحة اذا Yes. قلت لك فنان عربي يستفزك اداءه وتحب تعتبره قدوة؟ فنان عربي بيستفزني أداؤه وبعتبره قدوة. الحقيقة والله العظيم هلأ مو حاضر ببالي حدا، لأنه دائما أنت إذا بتحكي على فنان عربي بيصير ملامة عليكي من أشخاص، فنحن بنحكي على الغرب لأنه مشان ما حدا يقرب علينا، صحيح. ما حدا يحاكينا يعني. أي. أحمد السقا أنا بحبه كتير، احمد السقا بحب أدواره كتير، بغار من أدواره، بغار من المكان اللي بينحط فيه على طول يعني. أمير كرارة أدواره مميزة. أحمد نجم عز، سوري مثلا. نجم سوري، أنا بحب الكل والله، وكلهم رفقاتي، وكلهم هيك بشوف حالي فيهم يعني. أول ما بحكي دغري بجيب أسمائهم. تيم أنا بحبه جدا. فعلا بحبه جدا يعني، بحب أحضره. مو بحب بس إنه بحب إنه هو ممثل واو بيشتغل حلو، فعلا لا، ممثل أنا رائع تيم كمشاهد حسن، فعلا وجه بحب له أحضره. تحية. مشاهدينا فاصل وبعد نكمل سهير شو. طبعا معتصم النهار متعدد المواهب، واحنا حابين بهذه الفقرة نستكشفك كفنان بس بأوجه متعددة. عرفنا من خلال الإعداد أنه أنت تحب الموسيقى. صح. شنو تحب الموسيقى تحديدا؟ شنو نوع الموسيقى اللي تحبها؟ يمكن أنا لو ما كنت ممثل كنت موسيقي على فكرة. الله. عندي شغف بالموسيقى من وأنا وطفل لليوم. بسمع ممكن ميلودي صغيرة بمكان، برجع بدي شوف شو هي. شازام لحتى أعرف شو هي. كان عندي داتا، ولحد الآن موجودة الحمد لله، داتا كتير كبيرة لميوزك around the world، يعني لقوميات ولشعوب وأقليات حول العالم. الموسيقى الشعبية والفلكلورية الخاصة فيهم. ايه، الموسيقى أنا أساسية بحياتي. عندك مشروع حلم يخص الموسيقى، هدف معين بالموسيقى تحب تحققه؟ يمكن موجود بداخلي، بس لهلأ ما تجلى صح أو ما تبلور صح. يمكن أنا عندي هيك شغف أو ميال باتجاه الراب بالميوزك. الله. حاولت أعمل شيء، بس الانشغال بالتمثيل بالفن كان أخذ لي كل الوقت. بس إن شاء الله يعني، إن شاء الله ما بعرف الأيام شو مخبيت لي. اللي عرفناه أنه كنت وأنت صغير تكتب راب. صح. طبعا الراب هو يعبر عن التحدي أو الأفكار الثورية. صح. شنو اللي كان يدفعك أنه تكتب راب؟ شنو الأفكار اللي كنت تحب تطرحها؟ هو سهير الراب هو كفن بتحسيه تمرد نوعا ما على وضع انت عايشتيه، او على حاله انت حابه تحكي عنها، تعبري عنها. مانك قدرانه بالكلام. فكانت الموسيقى بالنسبه لإلي، انا ما كنت اعرف انه هو راب، هذا الشيء اسمه راب للحقيقه. كنت بدي احكي مع شخص او اقول له معلومه او اقول له موضوع معين، صرت اكتبه على ورقه
وصرت انا اقطعه، يعني انا احكي انه انا رح اقول لك هدول الكلمتين، ما عرفتي كيف؟ مثل اللي هلا دارج بهذا بالسوق حاليا. قلت انه ممكن تصير رابر، يعني الفكرة موجودة ببالك. طب لو سألتك عن اسمك كرابر، لأن النجوم العالميين يختارون اسم ثاني غير اسمهم الحقيقي من يصير رابر، شو تسمي نفسك؟ مو مو. هو الشورت كات من اسمي. الله، إذا رحبوا وياي بالرابر مو. من اللي عرفته أيضا أنه أنت تدبك كلش حلو. صح. تدبك سوري. صح. بس راح أعرفك بالبداية على فرقة من التراث الكردي اسمها أستركان، راح تدبكن دبكة كلش حلوة من التراث الكردي. رحبوا وياي فرقة أستركان، فرقة النجوم. برافو. شكرا للشباب والبنات اللي متعونا وابهرونا وتعبونا شوي. انا هذا اللي بقصده، هذا الفلكلور وهذا النوع من الميوزك اللي فعلا بيجذبني دائما. حلو، حلو جدا. ايضا نعرف انه انت مثل ما قلت لك تدبك سوري كلش حلو. فاذا حطيت لك اغنيه سوريه هسه تدبكنا عليها. اي بس تعلمني سوري. يلا يلا تكرمي. يلا ميوزك باسم. يلا. الله عليك. الله عليك. عجبتك؟ حلوة؟ ايش قد حلو والله. تدبك. أنا وصغير بحب الدبكة بالأعراس. نحن أولاد منطقة فلكلورة الدبكة بالأعراس وبالمناسبات، فتعودت أنا وصغير. تعلمت أنا يعني زينة؟ ايه لقطيها. برافو. أوكي. أول مرة تسوي دبكة أمام الكاميرا؟ يمكن أول مرة. ايه الله، حصري يعني. حصري لسهير. زين،
احنا نريد بعد نكتشف اشياء جديده واسبكتس واوجه فنيه جديده منك، بس خليني اسالك سؤال يخص الفنان المتالق سيف نبيل. هو جيرانك؟ صح. شلونه جار لطيف لو يزعجك؟ جاري اخي وحبيبي سيف، جاري، بس نحن يعني ما بصدفه بالشارع، ما بشوفه بالطريق، يا بيجي لعندي يا بيجي لعنده، بس بيوتنا قراب من بعض. شو يسوي من يجي عندك؟ مرات يجي بدون موعد؟ ايه يعني بيتي وبيته واحد صرنا، يعني فعلا انا بتعامل معه كاخ وهو كذلك الامر. مو بدون موعد، بدق لي بيقول لي انا تحت اطلع سيف. نفس الشيء انا كمان. يعني مو جار مزعج، جار لا محبوب. سيف ما في منه. يعني امزح وياك، بس عندنا رساله خاصه لك من سيف نبيل. يلا والله. يا مرحبا بمعتصم ببلدك الثاني العراق، كل عام وانتم الف خير، ينعاد عليكم الصحه والعافيه. معتصم من الشخصيات اللي محبوبه والحلوه ومن اصدقائي المقربين، وراح اتحداك بما انه انت بلشت صار لك فتره بالرياضه والجيم، سوي بوش اب حبيبي، بيك ما بيك. تحياتي. اول شيء بدي اقول له لسيف حبيبي، واكيد انا ببلدي الثاني العراق، وسيف فعلا من اول ما عرف انه انا هون مباشره خبرني اي شيء بتحتاج، فبدي اقول لك يخلي لي اياك حبيبي يا سيف. طيب نسوي بس خلص ما حكى شيء غير هيك الزلمه. بس هو يريد منك تحدي، شو يريد منك بوش اب. اسمع، تسوون جيم انتوا سوا؟ لازم اعمل. طب يلا نقوم نسوي بوش اب. يا الله يسامحك يا سيف، الله يسامحك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الله يسامحك يا سيف، الله يسامحك يا سيف. جاي الايام جاي. بعد ما خلصنا سيف عنده شيء ثاني إلك. خير، خلينا نشوف. يلا. كلش حلوة ومن الأصدقاء المقربين إلي، أعرف عنه كم شغلة ما حد يعرفها. معتصم يحب يغني R&B، فأنا أتحداك إذا غنيت R&B حاليا على الشاشة وقدام الناس. تحياتي. تسوي لنا راب أنت قلت. أنا فعلا ما عندي أي مشكلة، بس برجع بقول لك سهير، هذا الموضوع صار بالنسبة لي شوي حساس، بأنه أنا دائما بحاول لما بدي كونه لسه ما عملت شيء ولسه ما عندي مادة قدمتها، أو عندي محتوى موجود على يوتيوب أو سوشيال ميديا، لهيك بضلني شوي متخوف، أو مو متخوف، يعني بحب أنه أقدمها بالشكل اللي بيليق فيها. في أغنية راب أنت تعجبك تحب نغنيها نحط لك إياها؟ في مغني راب صديقي كمان بوجه له تحية، اسمه بيج سام، من الأراضي الفلسطينية طبعا، بنوجه له تحية. حلو. أغلب اللي عم بيغنيه حاليا مميز جدا وبسمعه على طول، وبتمنى له فعلا الهدف اللي هو حاطه بباله يوصل له إن شاء الله. حلو. بس الشباب بالكنترول يقولوا لي إنه أغنية الراب اللي راح تسوي عليها البسنج جاهزة، فشوقوني أريد أعرف شنو الأغنية اللي أنت مغني عليها من قبل وراح يحطوها. يلا. بس أريد حركات من عندك. أنا يس يس يس. أنا على هنا شايفك سرح احذر يا طفولة الأسطورة معك، دخلك حياتك عملك إزعاج، عقلك براسك حتعرف خلاصك، وإن اللي دسك كشف وعماك. نمبر 1. بس شلون الحركة؟ هل تشعر انه انت نمبر 1؟ هل الكلمات تنطبق على حالة تعيشها؟ لا هي مو الفكرة انه لانه انطبقت علي او كذا، كل شخص
بشوف حاله نمبر 1 بجانب من الجوانب بالحياة. كل شخص بيحب هذا الايجو هيك انه هو مميز انه كذا. فهي هيك كانت بالنسبة لي بس تسلية صدقا. حلو. طيب راح ننتقل للجمهور، خلينا نشوف شلون راح يوصفك بكلمة واحدة. خلينا نشوف الستاتكس. 60% وسيم، 25% شخصية غير واضحة، 10% مغرور، و5% عصبي. شنو رأيك بالنتيجة؟ يعني أول شيء ما بعرف، هذا رأي الجمهور، يعني رأي الجمهور أكيد. مغرور لا الحمد لله أبدا ماني مغرور. اللي بيعرفني واللي يتعامل معي واللي عاشرني منيح بيعرف إنه ما عندي هاي الصفة أبدا. طيب لست بمغرور، هل أنت عصبي؟ سمعنا إنه أنت أنا عصبي صح، مبين من عيونك. أنا عصبي، إيه عصبي. لهيك أنا بالي طويل جدا، يعني بضلني عم بستنى 30 سنة ما عندي مشكلة، بس خلص بعد 30 سنة بدي أخذ تاري يعني تصبر له لأنه أنت متعاطف وياه، مو تصبر له لأن بالأخير أنت رح أقول لك ليش بصبر. لأنه بخاف من ردة فعلي، يعني بخاف من حالي، لأنه أنا بس أفقد أعصابي بعرف إنه بكون على حق. صدقيني يعني ولا مرة بتذكر الحالات الغضب الكبيرة اللي وصلت لها. دائما كانت هيك نقطة بحياتي بتذكرها على طول وبندم عليها على طول، بندم إنه أنا وصلت لهي المرحلة. بس دائما بكتشف إنه فعلا كان معي حق، لأنه أنا طولت بالي لبعد فترة معينة. جينا يعني حادثة صارت وياك كنت اضطريت تضرب المقابل مثلا لأن عصبت. حدا غليظ بسيارة تانية جنبي، اجى بده يطلع، عم عاد اتذكر وين المكان بالضبط، بس بتذكر اجى بده يطلع بده يكسر علي، ما قدر، ما سمحت له اول مره، ثاني مره قام صار وراي، فصار ينكشني من ورا بالسياره. يعني نكشني اول مره. طيب انا سيارتي جيب عاليه، سكتت، رديت مشيت شي 10 امتار، وقفنا من العجقه، رد نكشني مره ثانيه، مره ثالثه، مره رابعه، مره خامسه. نزلت وهو نزل، اجت الناس كذا. هو هلا عيب بالنهايه انت تعملي مشكله بالشارع، واجا البوليس واجا الشرطه، بعدين راح يعني. بس انا لو وصلت قدرت تمثل لي موقف من انت صبرت صرت عصبي ونزلت من السياره. قال لك جوزة حلقك ولك. انا لو صبرت لو وصلت لهي المرحله فعلا كان ضاربني شي 10 مرات من ورا بالسياره. ما انتبهت والله عيد هاللقطه. قال لك جوزة حلقك ولك. زين واذا عصبت على مريا شو تسوي لها؟ ما بعصب على مرة، عيب مو من اخلاقي. اصدقائك خبرونا خبريه عن صديق عندك بالمعهد اشترى موبايل وشاف حاله كلش ورا ما اشترى الموبايل. عمل فانت ايش سويت بيه؟ احكي لنا. كان اول فورة الايفون، ايفون 3 كان بتذكر. كنا قاعدين وبتتذكري هيك زمان كانوا بالتدريس بالمدارس كان في صوبيا، يحطوا صوبيا هيك حلوة. فهو عم يتغلظ علي، يعني أنا المقصود، عم يشاكرني لإلي أنا شخصيا. يعني كل شوي يمرق من جنبي بالموبايل يعمل لي هيك، عرفتي كيف؟ يقعد هيك يعمل مدري شو، يجي مثلا ياخذ سيلفي، يعمل يساوي كذا. ايفون 3 كان أول منازل والصوبيا شغالة، وهو حدا بحبه كتير، هو بيعرف أنا قديش بحبه، بس في نفس الوقت هو غليظ جدا يعني. ما عاد اتذكر كيف وصلنا لمرحله استفزني فعلا كثير. بتذكر بكل بروده اعصاب واقف انا جنب الصوبيا، مسكت الموبايل زتيته بالصوبيا ومشيت. عم طلع على ايدي انه وين الموبايل كذا، ردت طلع بالصوبيا، بعدين فهم قال لي زتيته بالصوبيا. قلت له ايه، وجن. ركضنا انا وياه بعدين على الصوبيا. يلوق لك دور سموث كريمنال، الشرير الوسيم يلبق لك. حلو. الله. عندنا طلب لك معتصم من الجمهور، خلينا نشوف شنو هذا الطلب. مرحبا. أنا ميديا من أربيل كردية. أريد أطلب منك طلب، أريدك تعدلي من 1 ل10 بالكردي. أنا أول مرة راح أعدلك، قول ورايا. أوكي يلا. يك، ين، دو، سي، تار، ثا، بينز، بينز، شش، حفت، هشت، نو، دا. عدلي إياهن. يلا عيدهم. حفظتهم؟ عيد لي إياهن وحدك هالمرة. معلش نرجع نعيدهم مرة ثانية.
صعبة بس مشاهدينا فاصل وبعد نكمل سهير شو. معتصم، من حق الجمهور أن يراك على حقيقتك بشفافية مطلقة. إنه يشوفوك على حقيقتك راح يقوي الاتصال بهذا الجمهور، لأن إحنا مو كاملين، وإحنا أيضاً مثل هذا الجمهور إلنا حياتنا، إلنا الأبس والداونز مثل ما يقولون. فبهذه الفقرة أريدك تقول الحق، وما نقبل منك غير الحق والحقيقة. يا رب. مثل ما تشوف تغيرت الإضاءة، شكل الأسئلة راح يتغير، وأطلب منك الصراحة التامة بالإجابة. أكيد. السؤال الأول: شنو سوى معتصم من وقفة زوجته بوجهه وقالت أنا بدي أتطلق؟ رفضت الفكرة بشكل كامل، لأنه عندي حب للعائلة بشكل كتير كبير. مو العائلة بالمطلق، هي العائلة بالذات اللي هي مرتي وبنتي. وحاولت أفهم وأعرف شو المشكلة الحقيقية اللي فيني وصلحها، وفعلا لليوم عم بشتغل على انه كون انا الشخص اللي بدها اياه عائلتي، واللي بتحبه عائلتي، واللي بتشوف حالها في عائلتي. شنو المشكلة اللي أنت صلحتها؟ قلة الاهتمام. الخلافات الزوجية معتصم عادة لا تصل إلى السوشيال ميديا إلا إذا كان هناك موقف حاسم من الشريك أو أحد الطرفين. شنو اللي خلى الأمور توصل للحسم بهالشكل، لقرار حاسم؟ يمكن هي مجموعة، ما بدي انفهم غلط، بس بدي اقول لك الزوجة أو الأنثى بتحب يكون زوجها أو الشريك خاص فيها، يمكن مجموعة، ما بدي أقول علاقات مشان ما أنفهم بشكل سلبي، كان موجود الكثير بحياتي، من نساء لرجال لأشخاص. هاي التراكمات وهي العلاقات عملت نوع من عند لين عملت نوع من عدم الأمان عنده. لم تكن وفي معها؟ ممكن. ما كنت مخلص؟ شلون ممكن؟ ما في جواب قاطع. ما كنت إذا مخلص. مو وفي يعني لا ممكن لا تكون لا خيانة؟ لا السبب خيانة؟ لا، أنا مو الفكرة أنه أنا ما كنت مخلص بعدم خيانتها، لا. يمكن ما كنت مخلص بشكل كبير باتجاه لين كأنثى، وكنت غير مهتم، وكنت يمكن لا مبالي بلحظة، فوصلنا لهذا المكان. نعلم أنه كانت هناك قصة حب قبل الزواج، صح. وتزوجت عن قصة حب. هل يتحول الحب إلى شيء آخر بعد الزواج؟ لا، هي كذبة. الحب بيضل حب، ممكن ياخذ شكل آخر، مسؤولية بتزيد، ولكن الحب دائما له مكان وله الحيز الكبير له بشكل يومي بحياتنا. كم امرأة وتحديدا ممثلة تحوم حول معتصم النهار؟ ما بعرف. لا صدقيني تعرف ما بعرف. معتصم؟ صدقيني ما بعرف. طيب ما نقول ممثلة، كم امرأة تحوم حول معتصم النهار؟ هلا مثل ما في نساء بتحوم حول الرجل، كمان في رجال بتحوم حول النساء المتزوجات، الموضوع صفى نسبي صراحة، يعني إنه ممكن والله تعرف كم مرة تحوم حول وشكلهم أكيد ما بعضهم حعدهم. ممثلة. سهير أكيد ما حعدهم. أكيد في، ما بكذب، يعني أكيد في، بصادفه بشكل يومي هذا الشيء، بس
الحمد لله يعني خلص صار في نضج، صار في وعي، صار في خبرة يعني. تحس نفسك تحت ضغط الإغراءات من النساء؟ نوعا ما. طب شنو الأدوات اللي عندك حتى تقاوم هذه الإغراءات؟ النصاب اللطيف. أوكي. بنفض يعني، بحاول أهرب من القصة، تهرب من الموضوع. بحاول أنفض يعني بأي طريقة. متى آخر مرة بكى فيها معتصم النهار وليش؟ أول امبارح لما كنت جاي على إربيل، ساندرا ما بعرف شو صار لها، يعني كان غريب الوضع فعلا، حتى لليوم عم نحكي بأنه فعلا كان غريب الوضع. فاتت بحالة بكاء مستمر لمدة شيء يعني من قبل بيوم لتاني يوم لموعد الطيارة، وهي عم تبكي وفعلا عم تبكي بقهر. فوقتها فعلا دمعت يعني، بكيت انه راجع يعني، بس هي يبدو متعلقة فيني كثير. وبكيت. انا الوداع عندي مزعج، بحاول ما ودع يعني، بحاول. من 3 أيام خليني اقول لك كمان من 4 أيام كنت بيوروب عند اختي واختي الثانيه واخي بين باريس والمانيا. فشفت العائله كلها، عائلتي اغلبها صار مقيم باوروبا بين فرنسا والمانيا. اخر يوم وانا طالع على المطار كان مزعج بالنسبه لي، وكنت عم بحكي انه انا ما بدي ودع حدا، بدي احاول اطلع اهرب اركب بالسياره. اضطريت ودع، بكيت. وإحنا مع فريق الإعداد نحاول نعد هذه الحلقة. شفنا لك لقاءات سابقة، شفنا لك حتى اللقاءات العابرة. شعرت أنه هناك وجه يسموه بالإنجليزي بوكر فيس، يعني وجه محايد ما بمشاعر تظهر أغلب الوقت. لكن ليش مضطر تحط بوكر فيس أو ماسك أو قناع في بعض الأحيان، تكاد تكون أغلب الأحيان؟ بتذكر في مقولة يابانية بتقول إنه تذكر دائما إنه عندك 3 وجوه، وجه تريه للأصدقاء، وجه تريه للأهل والأقرباء، والوجه الآخر لا يراه إلا أنت. يمكن هيك من زمان، أي أثناء هيك فورة الشباب والنضج، كنت أتعلق بأقاويل وكلمات وروايات وهيك، فحسيت إنه ممكن يكون هذا الشيء صحيح. صار باللاوعي موجود عندي انه بحب اكون بالحياد لما بيكون الموضوع ما بيهمني او زعجني او ما بدي اعلق عليه، بحب اكون شوي هيك بالحياد يعني. اشكرك على صراحتك بهذه الفقره. شكرا. حول الى فقره ثانيه شوي اخف. شكرا. هسه نروح فاصل بسرعه ونرجع نكمل وياكم سهير شو. شلونك ويا السوشيال ميديا؟ جيد جيد. اخذ كل الوقت صايره السوشيال ميديا بسبب الشغل يعني. شلونك ويا البلوكات؟ تسوي بلوكات هواي؟ كثير. جوين ذا كلوب. يوميا. شنو اللي يستفزك ويخليك تسوي بلوك؟ قلة الادب. يعني كلام بشع، مو انتقاد، قليل ادب. فوتي على بروفايلي على الانستغرام، في كثير انتقادات بتركها، اما بس اللي عم ينتقد بشكل بشع دغري بلوك طبعا. طبعا احنا لاحظنا انه انت اكثر ميال لانستغرام من بين صح. المواقع الثانيه، لكن نبدا بتويتر. عندك متابعين جيدين بتويتر، ومن التغريدات اللافته اللي حققت اكثر تفاعل ريتويت ولايكات تغريده خلينا نشوف على الشاشه، تغريده النجمه اليسا. وقتها دافعت بها اليسا عنك لما تنمروا عليك وقتها بسبب صورة قديمة لمعتصم صحيح. النهار. صحيح. شنو يعني لك هذا الدعم؟ فعلا يمكن نساني المشكلة. نزلت صورة لإلي قديمة جدا وصار في تنمر عليها، أما أنا حطيتها بروفايل بيكتشر يعني للصورة. مو طلع بفكرة بروفايل بيكتشر؟ ما بعرف ليه خطر ببالي. أنا يعني إنه ما بعرف ليه خطر ببالي إنه يعني مشان ما كتير تسوقوا بالقصة وتحكوا بالموضوع، هاي رح حطها بروفايل بيكتشر. زين تسوي. فنزل في دعم كتير. من بين الدعم اللي اجاني كان عن طريق اليسا اللي بوجه لها تحية، واللي هي صديقتي كتير وبحبها كتير وعلى تواصل انا وياها بشكل مستمر يعني. فكانت فعلا بوقتها وبمحلها التغريدة، وعنت لي كتير، وفعلا هيك طلعتني من المود.
حلو. الصورة طبعا هي هذه اللي دا يشوفوها المتابعين هسه. يس. يس، هي من مسلسل. تحب نفسك بهالمرحلة لو ما تحب نفسك بهالمرحلة؟ كثير. هي من مسلسل اسمه ملح الحياة، تصور بالشام، إخراج الأستاذ أيمن زيدان. مسلسل بيحكي عن دمشق قديما يعني. فكان الشكل والتمشيطة وهيك، فهي أنا بحبها كثير، بحب هاي المرحلة كثير. حلو. نروح على انستغرام ونشوف الصور اللي حققت عندك لايكات كثيرة. في صورة رائعة من وجهة نظري حققت تقريبا 300 ألف لايك. أوكي. شنو السبب هذه الصورة تحديدا تحقق هذا الرقم برأيك؟ يمكن طريقة البوز اللي مأخوذ، بعتقد ايه. بس الصورة ايه صورة نجم عالمي مو صورة نجم عربي، ما تحس هذا الشيء؟ يمكن ايه صح، حسيتها انا. عندك طموح تكون عالمي؟ ان شاء الله يا رب، اكيد. ما حدا. في صورة ثانية ايضا ان شاء الله، في صورة ثانية ايضا نشوفها بالاوجمانتد رياليتي مع نادين نجيم. صحيح. طبعا حققت اعلى اللايكات والتفاعل. نشوف بالصورة انه انت تتألق اكثر، تضوي اكثر مع نادين نجيم. ومجرد طلعت الصورة ايضا انت وجهك اشرق. اشتقني لك. تذكرت اللحظات هاي بصالون زهرة. اكيد نادين بحبها وبوجه لها تحية، وبنبسط كثير بالشغل معها، والحمد لله دائما لما عم نكون انا وياها مع بعض الجمهور عم يتفاعل معنا بشكل كثير كبير. الكيمستري اللي بتكون بيني وبينها مميزة، وهذا الشيء يعني بالفن مطلوب. لما الجمهور فعلا بيتفاعل مع كوبل موجود على الشاشة. يعني انا بالنسبة لي كفنان ما بدي نادين نجيم بالكواليس شيء ما حد يعرف عنها. شنو؟ أكيلة كثير نادين. أكيلة؟ تاكل. معقول. دائما بلانيالك يعني. ما شاء الله عليها. هي بتاكل، بتحب الأكل يعني. عجبني شيء ذكرته بالسوشيال ميديا، بس بعد ما استفزوك كثير ورديت رد طويل عليهم. على فكرة احنا استخلصنا المقدمة عن الحب من ردك. ما راح اقول لك الرد كله، بس قلت اوكي صح. هي المهنة يلي هي الفن هي مهنة حب. صح. بس تحب يصير شكلك حلو. صح. ومو بس الفن، بكل مجال حب، بكل مجال حب حتى تنجح. الصراحة أنا من قريته سوونا المقدمة كلها. Thank you. We were inspired يعني. هذا الشيء بيسعدني كثير. شنو اللي خلاك تستفز وتكتب مقدمة طويلة عن الناس والمتنمرين؟ شنو استفزك تحديداً؟ بنرجع لبداية اللي حكيناه بالحلقة، الانتقاد الجارح يعني والمزعج، ومن أشخاص يعني لهم نوعا ما اسم فني. لما بتشوفي بأوساط فنية أخرى عالمية أو حتى عربية كيف بيدعموا بعض، لو على غلط بتلاقي هذا الممثل، لنفرض فرضا مصر، ممثل مصري غلط، بتلاقي الجمهور المصري بيدعمه والفنانين المصريين بيدعموه. وعندنا العكس للأسف، بس مو بشكل كامل. يعني في أشخاص بيطلعوا لك أشخاص بيحاربوكي بشكل مرعب يعني. فاكتشفت ومكتشفت، هي حقيقة، أنه الحب اللي هو ناقصنا لحتى نحن فعلا نرتقي بهي المهنة، ونرتقي بمجتمعاتنا، ونرتقي بدولنا وببلادنا. الحب هو الأساس بأي مهنة صدقيني. حبي اللي عم تعمليه رح تصيري محترفة فيها. رح تصير هي، إذا أنا بصنع طاولات خشب، إذا أنا نجار، إذا بحب مهنتي وبشتغل بحب، رح أكون فعلا نجار مميز، ورح أحقق أرباح مالية كتير كبيرة بدون ما أحسد، بدون ما أتطلع، بدون ما يكون عيني بشغل جاري أو بشغل صديقي أو بشغل رفيقي. الحب هو اللي بينقصنا. هالمرة عندنا فيديو، صورة وصوت. نشوف هذا الفيديو. حبيبي معتصم، اشتقت لك كتير كتير، وحبيت استغل هالبرنامج الحلو ووجودك فيه اليوم، وإقول لك قديش أنا فخورة فيك. إن شاء الله دائما بتضل من المتميزين والناجحين، وربي يوفقك ويحميك. أنا وأبوك وأخواتك فخورين فيك، واشتقت لك كتير كتير. حبيبة قلبي. عيونك دمعت.
حبيبة قلبي ماما، وأنا كتير بحبك، وأنا كتير اشتقت لك، صار لي زمان ما شفتها. بشكر ربي على نعمة الأهل. يمكن لولا أهلي، بصراحة عم حاكيك، يمكن لولا أهلي أنا ما بكون موجود هون بهي اللحظة. قدروا إنهم يزرعوا فيني وبكل إخواتي قيم هيك. أنا بالنسبة لإلي عم حاول جاهدا إنه ورثها لبنتي، فهمها لبنتي. يمكن العصر اختلف ولكن عم حاول، بس هي قيم خالدة بالنسبة لإلي. تربينا بشكل أنا بشوفه استثنائي وبشكل جميل. الحمد لله ما كان ناقصنا شيء. ما كنا ما عم بحكي عن يعني ما كنا من العائلات الغنية، ولا كنا طبقة، لكنك كنت غني بالحب. الحمد لله كنا. ومن الحب انك تحضن امك وتعانقها. الحمد لله الحمد تشتاق لله لهذه اللحظة كثير. طبعا أنا دائما فعلا هو ريتشارج بيصير، يعني بغيب بروح لحظة إني أتغدى معاها، أشرب كاسة الشاي بعد الغداء معاها، هي بتتسطح أنا بتسطح جنبها، بمسك إيدها بقعد بحضنها. أنا بالنسبة لي برجع مستعد سنة كاملة حارب، ما عندي مشكلة. الله. طب بالنسبة لبنتك ساندرا، شنو أكثر شيء ساندرا تحبه بيك؟ هي ساندرا بقى القصة الكبيرة. ما بعرف، الله يعني سبحان الله، نعمته يعني نعمته طمرتني طمر بعد ما اجتني ساندرا. ساندرا أنا بالنسبة لي كونها بنتي كل شيء بحسه فيها مميز، كل شيء بحسه فيها. الله يخليك إياها ما شاء يخلي الله. لك عيلتك يا سهير. شكرا. ماخذة غمازات. ايه بتشبهني بالغمازات. الله يخليك إياها. لا تشوف فيها هيك بالصورة هاي، يعني على كيفك. عندنا رسالة من ساندرا. والله أي خلينا نشوفها. خير إن شاء الله. بحب شي فيني، أنا كتير بحب إنه وشي، لأنه كتير بحب حط ماسك، وكمان بحب أكتر شي بابا، كتير بحب وشه. وشه؟ شو كمان غير وشه؟ بس وشه؟ إيه. I love you daddy، اشتقت لك كتير أنا. سيسي وأنا اشتقت لك حبيبي بابا، وأنا اشتقت لك كتير. الله يخلي لي إياك يا رب، ويخلي لكم عيالكم ويخلي لكم أولادكم إن شاء الله. هيك نقدر يعني نقدر نربيهم بالطريقة المنيحة وبس. طبعا مشاعرك وعيونك كلها اختلفت، يعني طول الحلقة مشاعر، ومشاعرك وقت حطينا فيديو ساندرا اختلفت تماما. ايه أنا حساس اتجاه ساندرا كتير. لأقول لك ليش. ساندرا بحسها لحالها، ما عندها أصدقاء كتير، يعني ما عندها بالمنطقة أصدقاء. بتروح على السكول بترجع من السكول، أصدقائها اللي هي بتحبهم وبترتاح معهم حدا بيوروب، الأغلبية بيوروب اللي هي بتحبهم يعني متعودة عليهم، والبقايا بالشام بنات عمها ميريام وتاليا. فبزعل عليها بلحظة، يعني بحاول أعوضها، بحاول طول الوقت أعوضها، وهي فهمانة، يعني فهمانة إنه أنا عم عوضها، عم حاول كون رفيقة أنا وأمها. بس أكيد الطفل ما بيرتاح، ما بينبسط غير مع أطفال مثله، فلهيك حساس اتجاه هي النقطة. لهيك بزعل، يعني بزعل لما بشوفها، بزعل بقول يا رب هيك قادر عن قريب حقق لها اللي هي حاببته، اللي هو بيرضيها من جوا. رح تزعل إذا في يوم من الأيام تزوجت ساندرا وتركت البيت؟ على هذا اليوم ما بعرف. واضح إنه عندك الخوف الأكبر هو خوف الفقد. صح. واضح. صح. شلون بدك تتعامل وياه؟ كل اللي تحبهم تخاف تفقدهم؟ ايه والله. يقال إنه ما نخشاه نجد بالحياة، فهل معتصم هذا الهاجس يزعج كثير، هاجس الفقد؟ صح. والخوف من الفقد يزعجني، ودائما بحاول أنا أعمل يعني تنظيف بالدماغ، لأنه لا هي مو صح، ما رح يصير شيء كذا، بخاف باكل هم يعني. الله يخلي لك أحبابك. هسا عندنا صورة، أنا الصراحة هاي الصورة عزيزة على قلبي. يا رب. شوف الصورة. أبو وديع حبيبي أبو وديع. صدقيني لما بقول لك أنا اليوم لما بدور على سند وقت الحاجة بدور على أبو وديع، بدق لأبو وديع. الله.
كثير يقولون هذا الكلام، بس شلون سندك أبو وديع؟ علاقتي فيه كانت بأنه برن هالتليفون رقم، رديت حدا عم يحكي. بتعرفي في عالم عندها إياها صارت يعني نوع من المزح بأنه بيقلد صوت جورج وسوف كذا. أنا أصفوني يقول لي أنا أبو وديع، قال له بالله مين يعني خلصني مين معي كذا، يقول لي أنا أبو وديع. شلون حكى وياك بالتليفون أو من تشوفه شلون يحكي؟ قلد لنا. هو بيطلب مني لما أكون قاعد معه بيطلب مني والله قلدني. أبو وديع أنا بلقط منه آخر 3 كلمات فبفهم شو حكى، عرفتي كيف؟ أوكي. فبيقول لي هيك مثلا السيارة، عرفت؟ فأنا بقول له يا أبو وديع أنا بالسيارة، اليوم بكرة الصبح أنا بكون بالشام، عرفتي كيف؟ فأنا بقول له تصفيق خارج أبو وديع. حبيبي يا أبو وديع، الله حبيبي يحفظه. يا أحلى جورج وسوف بالعالم. نشوف الصورة الثانية. تندم على مسلسلك مع هيفاء وهبي؟ أكيد لا طبعا. هيفاء صديقتي اللي بنقول نحن مثل ما بنقول الصديقة الكفو يعني. بس يقال أنه لم يحقق النجاح المرجو. يمكن العمل كان مطلوب منه أكثر أو كان متوقع منه أكثر بكتير، كان في ظروف سيئة هيك حاطت بالعمل، بس يعني للحقيقة مخرج العمل، فنانين العمل، الشركة المنتجة فعلا قدموا كل ما هو مطلوب يعني، بس بالنهاية التوفيق من رب العالمين يعني. يمكن ما كملت البازل بشكل كامل، بس أنا تجربتي كانت مميزة وبحبها كتير لهيفا صديقتي يعني. ضبطت اللهجة المصرية؟ بنسبة منيحة. بس انتقدوا وقالوا انه معتصم يحتاج يشتغل على اللهجة. صحيح. ما هو اللي الكاره رح ينتقد لو اتقنتيه، ولو صرت مصري رح ينتقد يعني. اتفق. الكاره يعني. طيب نشوف الصورة الثانية. نجوى، شفناك بكليب مع نجوى صحيح. كرم، بس شنو القيمة من الظهور السريع والمختصر مع نجوى؟ كانت الفكرة بأنه يكون في كليب بيني وبين الفنانة نجوى كرم. بالبداية أنا استغربت الفكرة لأنه أنا ولا مرة عامل فيديو كليب أو شيء. بعدين بعد ما تناقشنا وحكينا توصلنا لصيغة هيك حلوة يعني. مجرد تواجد هيك يكون له هيك يعني تاتش حلو. كنت أنا عم صور بالاستديو اللي جنبها وهي عم بتصور الكليب، فتسلمت عليها وانحطت بالكليب يعني بهذا الشكل. ما كان في قيمة انه نحن عم نستناها انه يعمل شيء او يحقق شيء او كذا، بس كانت هيك فرصة لنكون مع بعض والحمد لله يعني تحققت. اريدك تقول لي حكمة تؤمن بها حتى نختم بها. بسيطة جدا ومؤمن فيها جدا على طول، وبتعامل معها بشكل يومي. لكل مجتهد نصيب. حلو، رائع. طبعا بعدنا ما خلصنا الحلقة، راح ناخذكم أنا ومعتصم النهار إلى منطقة سياحية رائعة في كردستان العراق اسمها شقلاوة، وهي منطقة تمازج حضاري وثقافي بين المسلمين والمسيحيين، تقع بين جبلين. المهم راح تشوفوها ويانا أنا ومعتصم. يلا معتصم، يلا. تحب الشتاء معتصم؟ كل فصل بحب فيه شيء، بس الشتاء له خصوصية بالنسبة لإلي. إذا بقول لك إنه بيجي مزاجي بهذا الجو بهي الأجواء. على العموم شقلاوة هي حلوة بالشتاء والصيف، يسموها عروس كردستان. حلو. تكون ممتلئة جدا في فترة الصيف لأنه مكان سياحي مميز. الحلو بيها بعد بيها دير مشهور، يكون هو الدير عادة رمز تقارب الأديان. يزوروا المسيحيين ويزوروا المسلمين. واضح قديش حلوة وجميلة هيك. ذكرتني بمناطق زايرة، فعلا منطقة جميلة. يا رب هيك، يا رب دوام الأمن والأمان على طول يا رب. جاهز معتصم أخذك مكان كلش حلو راح يعجبك؟ جاهز. على فكرة راح أوكلك شيء طيب. يلا.
بالعافية. أضيفها أنا. طيب لا؟ كثير جدا. بالعافية. ثانك يو. فيري نايس. شكرا. ثانك يو. زور سباس. يلا ندخل نكمل أكلنا. يلا. هذا محلي المفضل. لك هدول شو حلوين. ايه شايفة؟ كثير كثير حلوين. هذا طيب ويا القهوة. هذا الحلقوم يمكن ما؟ ايه صح. يعطيك العافية. كيف صحتك؟ بس تقول لنا اسماء هذول شنو اسمائهم؟ عندنا حلقومات، وإذا فينا نجرب منهم كمان. هذا قدامكم شو تحبون. هذا تسلم. عندنا مال انا احب اجرب هذاك الحلقوم بالفستق كثير طيب. انتم هون كل شيء اسمه حلقوم. انا بعرف انه بس هذا الحلقوم هذا او هذا او هذا. عفوا هذا سجقات. سجق عندنا مال حليب، مال ورد، مال كين، مال زبيب. طيب. كله. بس هذا الحلقوم كلش طيب. والله مندوقه هاي. نعم كثير طيبه. بالعافيه. حلاوه. ما تصل. قولي حلاوه. لو سمحت. حلاوه. هذا الحلاوه طعينيه، يعني دايت بدون سكر. هاي بدون سكر. ايه هذا ما بيسكر. واو. نعم. شويه بس. صغير رقيقه. فظيعه عجبك. الله. ماء الزهر مي، هذا مو زيت. وهذا حلقوم ما هذا حلقوم. هذا الحلقوم سجق يسموه. اوكي. هذا مال زبيب بس دايت ما بيش سكر. دايت. ايه. حلو شغلة. لا شو تحطون بدو شو تحلوه؟ هذا بس طعمه طبيعي، يعني مال عنب. للشعر؟ ايه. باخذ واحد الشعر اكثر اصلي. شكله خطير. اعطينا واحد. باخذ واحد. الشعر يخبل. بدي ارجع اجرب الحلاوه كمان. معتصم كملنا لو نروح. والله يا سهير انا لقيت روحي بهالمحل. والله عجبتك الحلاوه هواي. كثير طيبه. ناخذ منها بس راح اخذك هسه. يلا. مكان ثاني. يلا. بالعافيه. من الاشياء الحلوه اللي عرفناها عنك انه انت تحب تحتفظ بالاشياء. لو سالتك عن شيء معين تحتفظ به بعد هالزيارة واليوم الحلو شقلاوة، شنو الشيء تاخذه وياك؟ هلا اكيد بحتفظ بهي الذكرى الحلوه، بس كشيء هيك ملموس باخذ معي نص كيلو الحلاوه اللي شفناه بالمحل. بالعافيه. كثير طيبه. بس هذا راح تاكله ما راح تحتفظ به. انا بالنسبه لي عن جد سهير راح احتفظ بهي الذكرى الحلوه.